أنصار العقيدة الإيمانية، أوصيكم بادئا بنفسي بتقوى الله تعالى وبامتثال أمره باجتناب نهيه. ينبغي لكل مؤمن أن يستمسك من هذا الدين بالعروة الوثقى، وينبغي لنا أن نحذر جميعا أسباب سخط الجبار، فمن المعلوم لدى الجميع أن أجسامنا على النار لا تقوى، وأن نجعل قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن نجعله نصب أعيننا في كل وقت وحين. أحباب رسول الله، إنه ينبغي لنا في مثل هذا الشهر المبارك أن نتذكر كما تذكرنا ميلاده صلى الله عليه وسلم، أن نتذكر هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الأحداث التي جرت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان حدثا تاريخيا غير موازين التاريخ كله، لما أجمع مشركين قريش على الفتك به وبحثوا عن الأسباب ليقتلوه أو يثبتوه أو يسجنوه، فاجتمعوا كلهم في دار الندوة، ووقف أحدهم حارسا خارج الدار: لا يدخلن الدار أحد من بني هاشم، لأنهم يريدون أن يعقدوا مؤامرة لتصفية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر أكثر أصحابه وهو ماكث في مكة. وتخيل معي إلى رجل جاء يحمل هداية العالم وينقذهم وهم على شفا جرف كاد أن ينهار بهم في نار جهنم. تركوا عبادة الواحد الأحد وعبدوا الأشجار والأصنام، واتخذوا لهم آلهة. بعضهم كان إذا أراد السفر يحمل حجرا فيعبده، ومن لم يجد يصنع من التمر على صورة الإله الذي يعبده، على صورة الصنم، فإذا جاء أكل إلهه. كانوا في جاهلية وغفلة مطبقة. مع ذلك مكث فيهم صلى الله عليه وسلم عمرا 40 سنة فيهم صلى الله عليه وسلم ألفوا صدقه وعرفوا أخلاقه وشهدوا له بالصدق والأمانة، ولما قال إني رسول الله إليكم نكروه كله وكذبوه وأرادوا قتله. اجتمع عليه أهله وذويه وبني عمه ومن فخذه يريدون أن يستأصلوا شأفته، أن يصفوه جسديا، أن يغتالوه، أن يقتلوه سرا أو جهرا. أدعوكم إلى الله وتدعونني إلى النار، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمة عندهم لا يغفرها في نظرهم إلا سفك الدماء بمن جاء بهذه الرسالة. وهذا الشيطان يثبط أولياءه وأتباعه، لا يريدهم أن يخرجوا من مؤسسته، متحكم في أخلاقهم وأعمالهم ونسائهم ورجالهم وأطفالهم، ويرون كلمة التوحيد صعبة على قلوبهم، لا يريدون أن يؤمنوا بها ولا يقولوها. لما اجتمعوا على كيفية التخلص من رسول الله، أجمع رأيهم على أن يجمعوا 40 شاب من كل قبيلة شاب، فيهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بني هاشم إلا أن يقبلوا الدية، لأنهم مش معقول أن يقاتلوا 40 قبيلة. فلما أجمعوا أمرهم على هذا، والطريق في الموضوع أن الله أذن لإبليس أن يحضر هذا المجلس. يقول من روى هذه الحكاية أنه دخل عليهم رجل يلبس ثيابا من ثياب نجد لا يعرفونه،
طرق عليهم الباب فأتوا وهو ليس من بني هاشم ففتحوا له فدخل دار الندوة يحضر مجلس الإرجيال، فكل أتى برأيه، فقال أبو جهل بل نضربه ضربة رجل واحد يضربونه هؤلاء الشباب. فقال إبليس نعم هذا هو الرأي وهذا هو الرأي، فكان أخزى من إبليس وأكثر تخطيطا منه. فلما أرادوا أن يفتكوا به اجتمعوا على داره فأنجاه الله منهم، وخرج من أوسطهم صلى الله عليه وسلم ومعه مدفع القرآن ياسين، بل وحث التراب على رؤوس أولئك الشباب. وخرج من بينهم صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر، ودخل في غار صغير قبل حدود مكة، ولا يتسع هذا الغار إلا الاثنين. وكان معهم رجالا يبحثون عن القصص، يبحثون عن الآثار، قبيلة مشهورة هناك في مكة، كانت إذا ضاع عليهم أحد أو إبل أو غنم أو أثرا من الآثار يستأجر رجلا من هذه القبيلة فيتبع الآثار ويعرف، حتى أنه يعرف آثار غريب الديار من صاحب مكة، يعرف آثار الرجل، بل حتى المرأة الحامل وغير الحامل من آثارها من مكان قدمها. كانوا قمة في هذا الفن يعرفونه، تتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن وصلوا إلى باب الغار. وهناك وقفوا عند باب الغار. ما الذي منعهم؟ يقول أبو بكر لرسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. المعجزة الحقيقية هي كيف أنه صرف تلك العقول من أن تفكر في النظر داخل هذا الكهف أو داخل هذا الغار، لأن العقول بيد الله، تصريف الكون وما فيه ومن عليه بيد الله جل في علاه. أراد بذلك أن ينجيه من أبسط الأسباب. إذا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب الممكنة في التخفي في هذا الغار، ومن هنا جاءت المعجزة الربانية، سواء تكون نسج العنكبوت أو بابة الحمام أو غير ذلك، لكن المعجزة الحقيقية هي في صرف العقول عن النظر إلى أسفل الأقدام لرؤية ما داخل هذا الغار. وما زال رب العزة والجلال يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي تجعله يؤدي رسالة الله، لأنه مبلغ عن الله مراده، ولا ينطفئ نور الله ولو أراد المشركون أو الكافرون. هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فيها دروس عديدة وعبر عظيمة، لكننا نستلهم منها بعض المواقف. أولا ليتخيل معي السامع بعد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن رجلا عاش 53 سنة بين قومه وأبنائه وأبناء عمومته، ألف البلد ألف الديار وألفت، يطرد ويخرج من بلده إلى بلد آخر، وكل ذنبه أنه جاء يجمعهم على كلمة التوحيد، يريد لهم النجاة ويريدون له النار، يريدون له الموت، يريدون له أن يفتك به، يريد أن ينقذهم من النار، أن يجعل هذه القلوب خالصة التوحيد لرب العالمين الذين يروا آياته في الآفاق وفي أنفسهم. ولكن الشيطان كان حريصا على أن لا يفعلوا ذلك، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. رجل يخرج من بين قومه ويلتفت صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه إلى مكة المكرمة ويقول
والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يرفع يديه بالدعاء لرب